عرس منتخب المغرب في تجدد هنا بقطر، الأرقام القياسية على اختلافها ترحل فمحطمها باق ويتمسك بالحلم. تعدل أسامي الإنجازات في كأس العالم ويبقى المغرب أول من يحققها. هو أول منتخب عربي وإفريقي يحجز مقعدا في المربع الذهبي، إنجاز تاريخي مرتبط باسم وليد الركراكي، أول مدرب عربي وإفريقي هو الآخر يحقق ذلك. تجدد النصر على البرتغال فأصبح المغرب أول منتخب عربي يفوز مرتين على نفس المنافس. بهذا الفوز العربي الأول في أدوار خروج المغلوب ضربت أسود الأطلس سربا من العصافير بحجر واحد. المغرب أول منتخب إفريقي يقصي بلدين أوروبيين ويسجل أول فوز إفريقي على ممثل لأوروبا في الوقت الأصلي من مباراة بالأدوار الإقصائية. فوز مكنه من تجنب الهزيمة في 6 مباريات متتالية بكأس العالم، وهو رقم لم يسبقه إليه أحد من المنتخبات الإفريقية. الحجر الواحد في القصة هو رأسية يوسف نصيري. ابن فاس ارتقى عاليا لينصب نفسه على رأس قائمة هدافي المغرب في كأس العالم على مر التاريخ ب3 أهداف إلى الآن. نصيري هز الشباك مرتين بضربة رأسية كأول عربي ينجح في ذلك ورابع من يسجل في دورتين. والقبعة ترفع أيضا لخط دفاع وحراسة مرمى المنتخب، فلولا الحائط ياسين بونو ومن معه من جنود الدفاع لما عادل المغرب الرقم القياسي للمنتخب الإفريقي صاحب أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة، وهو 7 مباريات إلى حدود اللحظة. الموعد الآن لنصف نهائي كأس العالم. تبدو المهمة أكثر تعقيدا أمام حامل اللقب منتخب فرنسا، لكن أسود الأطلس تتحدى وتتعدى الصعاب كلما اشتدت.